طلبة الصف الثالث الإعدادي التغير الطردي والتغير العكسي لازم واحدة منهم تيجي في الامتحان. لما يقول لك صاد تغير طردي يبقى حضرتك هتقول لي صاد تشيل علامة التغير دي وتحط مكانها أي ثابت في س، يبقى صاد بتساوي كاف س. دي العلاقة على فكرة. مديك صاد ب4 في اللحظة اللي السين فيها بسالب 2، يبقى أنت عايز قيمة كاف هتقسم على سالب 2 هنا وهنا، يبقى الكاف هتطلع بسالب 2. بعد ما تجيب الكاف حطها مكانها، يبقى صاد بتساوي سالب 2 س، بروزها لما تصحح وقول له دي اسمها العلاقة. بعد كده بقول لك عوض عن السين ب3، خلاص هتشيل السين وتحط مكانها 3، يبقى صاد بتساوي سالب 2 في 3، يبقى قيمة صاد هتساوي سالب 6. طيب مثلا لو كانت المسألة تغير عكسي، هي واحدة هتيجي في الاختبار. طب لو كان الاختبار تغير عكسي هتلاقيها 1 على س، يعني برضه نفس الكلام هقول له صاد بتساوي ثابت المرة دي كاف على س، هي دي العلاقة على فكرة. هنجيب منها كاف، صاد ب7 في اللحظة اللي كانت س فيها بسالب 3، اعمل ضرب تبادلي، يبقى كاف هتطلع 7 في سالب 3 بسالب 21. حطها مكانها، يبقى صاد فين مكانها يا مستر؟ مكانها اهو، يبقى صاد هتطلع سالب 21 على س. بروزها لما بصحح وقول له دي العلاقة. آخر خطوة هتعوض عن الس ب 42، يبقى سالب 21 على 42 أعتقد فيها سالب نص، عشان 2 في 21 ب 42. دول كده مسألتين ربطوا التغير الطردي بالتغير الايه؟ بالتغير العكسي. على فكرة ممكن نفس الكلام أشيل ده كده أهو، ويجي يروح مغير لك، يقول لك مثلا صاد تتغير مع جذر س، ما هي وكانت تتعامل حال كده بقى، يبقى صاد هتساوي كاف في جذر س، وكانت صاد بتساوي 4، بس في الحالة دي أنا هديك عدد له جذر تربيعي، يعني ممكن يشيل لك سالب 2 دي ويحط لك 16 مثلا، فجذر 16 4، يبقى 4 بتساوي كاف في 4، شيل 4 مع 4 يبقى الكاف هتساوي 1. بعد كده لما الكاف بتساوي 1 حطها مكانها، يبقى صاد بتساوي جذر س، دي كده اسمها العلاقة. بعد الخطوة دي، بعد العلاقة ما جبتها، هيقول لك مثلا خلاص هات لي الصاد لما السين بس هديك برضه قيمة لها جذر تربيعي 81 مثلا، يبقى في الحالة دي جذر 81 بتساوي 9. كده مسألة على التغير الطردي، مسألتين على التغير الطردي برضه